خلص دور ال 16 من كأس العالم، ما كانش فيه أي مفاجآت باستثناء المفاجأة اللي أسعدتنا كلنا كعرب بتأهل المنتخب المغربي لدور الثمانية، عشان يبقى أول مرة تحصل في تاريخ كأس العالم إن يبقى في منتخب عربي موجود في دور الثمانية، عشان يبقى مع البرازيل وكرواتيا وإنجلترا وفرنسا وهولندا والأرجنتين والبرتغال. فتعالوا كده نتكلم شوية عن دور الثمانية ونرمي شوية توقعات. السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من رشة كورة. وصلنا دور الثمانية، ندخل في الموضوع على طول. عندنا 4 ماتشات، 8 منتخبات: البرازيل، كرواتيا، انجلترا، فرنسا، هولندا، الارجنتين، المغرب، البرتغال. عندنا هيبقى في ماتشين نار: انجلترا، فرنسا، هولندا، الارجنتين. ماتشين في العادي اصلا قبل البطولة هما مش هيبقوا ال4 منتخبات متكافئة جدا. الماتشين خارج التوقعات تماما، محدش يقدر يقول ان في منتخب منهم لو كسب يحقق مفاجأة او لو خسر هيبقى مفاجأة. طبعا اغلب الترجيحات البطولة بتقول فرنسا والارجنتين. حسب مجريات البطولة فرنسا والارجنتين عندهم شوية مشاكل. انجلترا وهولندا هم مع منتخب المغرب هي المنتخبات الوحيدة اللي حققت وصلت للنقطة السابعة في المجموعات. المشاكل عندهم أقل، في مشاكل بس أقل بكتير. هم انجلترا وهولندا هم الاثنين جاهزين جدا، فالبطولة أجهز كمان من فرنسا والأرجنتين. فعشان كده الماتشين مجرد إحساس، يعني أنا ما عنديش مش توقع مني عشان ما تحسبهاش عليا. إحساس إن إنجلترا أو هولندا واحد منهم هيوصل للمربع الذهبي. على حساب ما بين فرنسا او الارجنتين انا ما اعرفش. يعني انا حتى شايف ان انجلترا مثلا اجهز منتخب فيهم، لكن انجلترا هتلاعب فرنسا برضو اللي هي احسن من الارجنتين. تمام، فما اقدرش اقول لك ان انجلترا هتكسب فرنسا، وما اقدرش اقول لك ان هولندا تكسب الارجنتين او الارجنتين تكسب مش عارف اجيبها. يعني الماتشين دول خارج التوقع، تكافؤ كامل في كل حاجه، متكافئين في كل حاجه. تمام، مش يعني ايه عشان اقول لك كلام منطقي فيهم صعب. مجرد احاسيس كده بتقول لك ان واحد منهم انجلترا او هولندا ممكن واحد منهم هيكمل. الماتش ده عندنا البرازيل وكرواتيا. كرواتيا منتخب من اول البطوله هو يعني بيسموه كده ايه، هو واقف على ارض صلبه. هو ما قدمش طفرات، يعني ما عملش مفاجآت ايجابيه ولا عمل مفاجآت سلبيه. هو ماشي بيتسرسب كده. تمام. هو من اول من كاس عالم 2018 احنا متعودين على كرواتيا انها بتقدر عندها تسمح ان هي بتسحب المنتخب اللي قدامها الاكسترا تايم والترجيح والكلام ده كله. البرازيل عندها برضو الناحيه الثانيه شويه مشاكل، فيه شويه مرقعه شويه، فممكن تسحب عادي. الكرواتيا لعبت خبره شويه، ممكن تسحب عادي يبقى الماتش ند او يتسحب الاكسترا تايم. بس انا برضو يعني توقعي ان البرازيل عندها ما يكفيها انها تحسم المواجهه دي. تمام، يعني قادر اتوقع لها المواجهه دي غالبا البرازيل. كرواتيا هتقف شويه، هترخم شويه، هتتكالح شويه بتاخد الكوره. بس البرازيل عندها الامكانيات انها تكمل للمربع الذهبي. تمام. الماتش الاخير بقى اللي احنا كلنا كعرب هنبقى مستنيينه هيبقى ماتش المغرب بالبرتغال. المغرب اول حاجه هي المغرب عامله بوم جامد في البطوله. المغرب كسبت بلجيكا، ده كان بوم جامده. المفاجاه الثانيه كانت اسبانيا، مش مفاجاه بقدر انها هي كانت مفاجاه متوقعه، هي مفاجاه طبعا بس مفاجاه متوقعه. لان زي ما قلت لكم كده ان اسبانيا اسوأ منتخب وصل لدور 16 وفقا للاسماء وامكانيات لعيبته. هو اسوأ منتخب قدم، يعني من 16 منتخب اللي وصل دور 16 في دور المجموعات. تمام. بخلاف مثلا المنتخب المغربي مع انجلترا وهولندا زي ما قلت لك، هو ان لم يكن افضلهم، يعني هو افضل منتخب في البطوله تقريبا في بيدي اكبر كتير من امكانياته. تمام. المنتخب البرتغالي حبه فوق حبه تحت. انا مش قادر اقيس بصراحه على ماتش سويسرا. ماتش سويسرا طبعا عندهم دفعه معنويه جامده، لكن هل البرتغال دي، هل الاسماء دي، هل الناس دي الامكانيات اللي في الملعب دي زي حصل في دور المجموعات؟ انا مش يعني مش مديك ايحاء انها يوصلوا بعيد. تمام. فانا بتوقع برضو ان شاء الله ان المغرب هتكمل المربع الذهبي، وهتبقى انجاز تاريخي للكره العربيه والافريقيه ان في منتخب يوصل للمربع الذهبي. تمام. يبقى أنا كده قلت لكم ايه؟ قلت لكم البرازيل وقلت لكم المغرب. انجلترا وهولندا انا ما اعرفش، مش قادر احدد. تمام. ده هي دي كلامي عن دور الثمانية. يلا اللي عنده رأي متفق مختلف أحب أشوف في الكومنتات. السلام عليكم.